بيج وصلت ل 400,000 فولورز في 10 ايام من غير جنيه ادز. الولدين عملوا اكونت باسم نانسي بيكري وانتشر بسرعه كبيره جدا، بيحكوا فيه قصه البراند اللي عملوه لمامتهم للعيش اللي هي بتعمله، اتكلموا فيه عن خبز العيش وانواعه والمراحل بتاعته، واستخدموا طريقه الستوري تيلينج في الفيديوز اللي عملوها فعيشوا الناس في القصه قوي، ولعبوا على عامل المفاجاه والفضول في انهم قالوا للجمهور انهم اصلا مش قايلين لمامتهم على الاكونت ده، وبداوا ينزلوا فيديوز متتاليه بيتكلموا فيها عن انواع العيش وبيتعمل ازاي وكل التفاصيل بتاعته. وبعدها جه ميعاد اهم فيديو وبداوا يفاجئوا مامتهم بالبراند اللي هم عملوه من اول ادوات المطبخ لغايه اخر تفصيله في الدليفري. بداوا بقى يشتغلوا سيلز ويقولوا للناس ان في خلال ايام هيكون العيش جاهز ان هم يبداوا يطلبوا اوردرز ويوصلوا لهم. وطبعا القصه دي كلها ممكن تكون لعبه معموله صح ومدروسه صح عشان يقدروا يقنعوا الناس ويلموا اكبر عدد من الفولورز. كان ولد من الاثنين هو اصلا انفلونسر مشهور جدا ومعروف بالطبله بتاعته، فهو فاهم قصه الكونتنت دي كلها. بس هو القصه دي كلها عامه مش بتفكركم بحاجه حصلت بنفس الطريقه؟ براند اوديز كان عامل نفس الفكره دي بالظبط، وبدا يربط الناس بالبراند ستوري بتاعته وبدا يشدهم عاطفيا، والاثنين برضو استخدموا منصه تيك توك عشان ينشروا القصه بتاعتهم عليها، لانه احسن بلاتفورم موجود دلوقتي ممكن يوسع الاورجانيك ريتش بتاعك. اخر تفتكروا ان ده فعلا حقيقي وان مامتهم ما كانتش عارفه، ولا دي حركه ماركتنج صايعه؟